هو احنا ممكن نرجع حد من الموت؟ انا اقصد هنا حرفيا انه مات، مش بس فاقد للوعي او في غيبوبة. طبعا لا، مفيش الكلام ده غير في افلام الخيال العلمي او افلام الزومبي. بس تعرف ان في بعض الكائنات الحية عندها القدرة دي؟ ايوه، انا بتكلم عن قدرة انها بعد ما تموت ترجع تاني. ده تقرير جديد عن حيوانات ممكن ترجع تعيش بعد الموت، بس لو ماتت بطريقة معينة. تعال نعرف ايه هي الكائنات دي وايه هي الطرق. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يجيلك كل جديد. اللي قدامك ده نجم بحر بلونه الأزرق المميز، لونه اللي بيجذب ليه البشر علشان يصطادوه أو الأسماك التانية إنها تاكله. أكيد الكائن ده مهدد إنه ينقرض أو أعداده قليلة جدا. في الحقيقة لأ، لأن النجم ده من أكتر المخلوقات مرونة وتأقلم على الكوكب، وده ببساطة علشان دراع واحد منه بس لو اتقطع يقدر يعيش تاني ويبني باقي الجسم. ده لو سمكة أكلت جزء منه مثلا. والنجم ده مش حالة استثنائية لانتصار الحياة على الموت. في بعض الحيوانات ممكن تنجو بدون أعضاء حيوية، أو حتى تنجو في مياه مغلية، أو حتى في الفراغ التام في الفضاء الخارجي. تعالوا معانا علشان نتعرف على الحيوانات دي. قطع الراس حاجة مميتة لأي شخص. هل في حد يقدر ينجو من قطع الراس؟ في الحقيقة فيه، بس يا ترى مين؟ الكائن اللي يقدر ينجو لو دماغه اتقطعت هو الصرصار. أيوة، الصرصار العادي. والسبب لكده بيرجع للبنية ووظيفة الأعضاء الداخلية في جسمه. عند البشر الأعضاء الداخلية متصلة كلها ببعض وبتتغذى من خلال الدورة الدموية. لو مثلا قطعنا شريان في الرقبة، الجرح ده هينزف على طول. في الحالة دي الإنسان هيموت في دقايق حتى لو ضغطنا على الجرح. والسبب لكده إن الجسم ما يقدرش يعيش من غير الإشارات العصبية اللي جاياله من المخ واللي بتتحكم في كل أجهزة الجسم. وكمان الجهاز التنفسي بيبدأ من الأنف وهي في الدماغ. فلو حصل قطع في الرأس أولاً هيتم فقد دم كتير جداً، ومفيش تنفس ومفيش إشارات عصبية. في الحقيقة الشخص هيموت بسرعة جداً. أما بالنسبة للصراصير، عندها طريقة تنفس مختلفة عن البشر. الصراصير بتتنفس من خلال شبكة من الأنابيب المتصلة بفتحات بتسمى الفتحات التنفسية. الفتحات دي مش في الدماغ، بتبقى موجودة على سطح الجسم. فالوظيفة الوحيدة لدماغ الصرصار هي معالجة المعلومات اللي بتيجي من العيون وقرون الاستشعار. بس باقي العمليات اللي الصرصار بيعملها زي الجري أو أي استجابة بيعملها بيتم معالجتها من خلال كذا مخ. أيوة، الصرصار بيمتلك أكتر من مخ. الصرصار بيمتلك أكتر من مخ في كل أجزاء الجسم، وكل جزء مسؤول عن حاجة. الصراصير ممكن تعمل حاجات كتير بدون دماغها. طب إيه اللي بيحصل لو الصرصار اتقطع دماغه؟ ما تنساش تضغط لايك وتفعل زر الجرس. أولاً الدماغ يقدر يفضل عايش لمدة ساعات، بيتحرك ويتفاعل مع الضوء والمحفزات التانية. أما باقي الجسم اتعمل عليه دراسات علمية من علماء الأعصاب، وعملوا تجربة على صرصار مقطوع الراس. صدموا واحدة من رجوله بتيار كهربي، وبمرور الوقت اتعلمت الحشرة إنها ترفع رجليها علشان تتجنب الكهرباء. بس الصرصار مقطوع الراس في النهاية هيموت من الجوع والعطش، وده بيحصل في خلال عدة أسابيع. أيوة، الصرصار من أكتر الكائنات مرونة على وجه الأرض، بس الحمد لله ما بيسببوش ضرر بعد الموت زي الكائن اللي جاي معانا ده. لو انت ضايقت نحلة فالطبيعي انها تقرصك. ممكن تقرصك حتى لو هي ميتة. النحل بيمتلك إبر لاصقة في بطنه، بس مش كل النحل بيقرص. العاملات الإناث بس، علشان هي مسؤولة عن حماية الخلية. النحل الذكور عنده بطن أكبر بس ما بيمتلكش إبر، فلو اتقرصت قبل كده فتأكد إنها من العاملات الإناث. لما النحلة بتقرصك فهي بتحقنك بسم اسمه أبيوتوكسين، بيدخل الجسم وبينشط مستقبلات الألم. علشان كده قرصة النحلة بتلاقيها بتلسوع قوي. بعد عملية القرص وغرز الإبرة، النحلة بتحاول تشد الإبرة من الجلد، فبتقطع جزء من جسمها، وبتحاول بعد كده تطير وبتقع بعيد وتموت. بس باقي جزء من جسمها والإبرة اللي على جسمك بيفضلوا عايشين وبيضخوا السم في جسمك. تقريبا لمدة 10 دقايق الجسم بيفضل في حالة انقباض وانبساط، على عكس الدبابير اللي ممكن تقرص كذا مرة عادي من غير ما تموت. بس النحلة بتموت بعد القرصة الأولانية. بعد ما فهمنا العملية كلها، تعال نسأل سؤال: هو ممكن حد يتقرص من نحلة ميتة؟ هو الموضوع حصل، بس الفكرة إنها بتكون بسبب إن شخص داس على نحلة ميتة وهو حافي القدمين، أو وهو ماشي جنب زرع وكان متعلق عليه نحلة ميتة. تعال نروح لمخلوق تاني معانا وهو الدواجن، اللي ممكن تعمل حركات غير متوقعة بعد فصل الدماغ. ممكن تكون سمعت أو شفت فيديو لفراخ بتجري بعد الذبح. هل بقى مخ الفرخة موجود في مكان تاني غير الراس زي ما شفنا الصراصير مثلا؟ لا طبعا،
هو موجود في الراس بس الموضوع هنا مختلف. قبل ما نشرح ما تنساش تضغط لايك واشترك في القناة. الدواجن عندها جهاز عصبي متطور جدا، مش زي البشر طبعا بس متشابه لحد كبير. الأعصاب بتمشي في الجسم كله زي شبكة الأسلاك في مبنى كبير، وكتير منهم بينتهي قريب من الجلد. بفضل النهايات العصبية بنحس بالألم، فدور النهايات العصبية إنها تشيل الإشارات من المخ وللمخ. هل كده بسبب الأعصاب الفرخة بتتحرك بعد قطع الراس؟ ده ممكن، بس تعال نشوف. بشكل تاني أبسط، لما بتلمس حاجة فشحنة صغيرة جدا بتتنقل عبر الأعصاب وبتروح للدماغ علشان تقولك إيه اللي حصل. زي كده لما بتدوس على زرار اللمبة فالكهرباء بتتنقل عبر الكابل لحد ما توصل لللمبة. طب لو حصل خلل بقى في العملية دي، الإشارة ما وصلتش للمكان الصح اللي هو المخ. يعني في حالة قطع راس الفرخة مثلا، مش في كل الحالات، الإشارة بدل ما بتروح للمخ بتروح للحبل الشوكي. وبرضه لما شخص بيلمس حاجة سخنة الجسم بيحاول يبعد إيدك بسرعة، وده اسمه الفعل المنعكس. في حالة الفرخة لما بتقطع راسها بيحصل تنشيط لكل النهايات العصبية في الرقبة، اللي بيولد تيار كهروكيميائي بسيط بس تأثيره كبير، فبتتنقل لكل النهايات العصبية في جسم الفرخة وبيأمرها بالحركة. ونتيجة لكده فالفرخة بترفرف جناحاتها وتجري كمان، على الرغم من إنها ميتة، بس في النهاية بتقع وتموت. طب إحنا ضفنا الفراخ ليه في التقرير؟ ما هي بتموت عادي. في الحقيقة حصل حادثة خلتنا لازم نضيفها. تعال نشوف. معجزة مايك الديك. بعد قطع راسه فضل عايش لمدة ثانية واحدة؟ إيه؟ 18 شهر؟ هو ده حقيقة ولا الديك ده عنده قوة سحرية؟ في الحقيقة دي حالة موثقة علميا، بس قبل ما نشرحها أكيد أنت دوست لايك واشتركت في القناة. يلا بينا نعرف السبب. في حالة الديك مايك المزارع كان بيحاول يذبحه، ضرب الفاس على دماغه من مسافة عالية، فجزء من دماغه طار والجزء الخلفي فضل موجود، وده اللي سمح للديك إنه يفضل عايش وحتى ما نزفش من الجرح علشان الدم اتجلط ومنع النزيف. تعال نشوف تفسير للي حصل لدماغ الديك. جمجمة الديك ما فيهاش مساحة كافية للدماغ كلها، وده بسبب حجم تجويف العين الكبير زي اللي ظاهر في الصورة. علشان كده جزء من المخ في الجمجمة وجزء في الرقبة من فوق. بس برضه إزاي فضل عايش 1.5 سنة من غير أكل وشرب؟ في الحقيقة كان المزارع بيأكله ويشربه. بسبب الحالة دي مايك والمزارع بقى مشهور في أمريكا كلها. كل سنة في كولورادو في شهر مايو احتفال مايك مقطوع الراس. بس للأسف بالنسبة للديك مايك المسكين مفيش دماغ تانية طلعت ليه، بس الكائن التاني عنده القدرة في تجديد نفسه. بس للأسف علشان وقت الحلقة هنعمل جزء تاني بشرط الفيديو ده يعدي 500 لايك. قبل ما نقفل ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة وتقول لنا رأيك، ولو في موضوع عاوزنا نتكلم عنه قول لنا في التعليقات على قناة مختلف. سلام.